يا مساء الفل عليكم او صباح الفل عليكم على حسب ما انت بتشوفني امتى. مساء جديد وامل جديد من اسكندريه الجميله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، ويوم جديد من ايام شهر رمضان. احنا النهارده 1 رمضان وكل سنه وانتم طيبين. ومفاجاه بقى القناه النهارده معانا اختي العزيزه اليوتيوبر المعروفه مدام جيجي رضوان. وبجد يعني انا مبسوط ان هي معايا النهارده في ضيافتي. نرحب بيها. ازي حضرتك يا استاذ مينا؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وشعب مصر كله طيبين، مسلمين ومسيحيين السنه دي بيصوموا مع بعض. كل سنه وكلنا طيبين وبخير. قناه شوارع مصر، متابعين شوارع مصر، كل سنه وانتم طيبين. بالمناسبة فعلا هي فكرتني، احنا النهاردة أول يوم فعلا الصوم الكبير بتاعنا بتاع اخواتنا الآباط يعني، وفي نفس الوقت 1 رمضان لإخواتنا المسلمين. فبجد يعني ربنا جمعها النهاردة أو السنة دي إن كلنا نصوم مع بعض وكلنا ندعي لمصر يا رب الخير لمصر ويبعد عنها أي أذى، وربنا يقف مع اخواتنا برضو في غزة ويعني ربنا يفرجها عليهم. النهارده هنلف كده نبص على الاجواء ونشوفوا كده هل رمضان اختلف يعني دلوقتي عن زمان ولا هو زي ما هو؟ ايه راي حضرتك مدام جيجي؟ والله رمضان زمان يعني الواحد، رمضان زمان يعني ابويا، يعني الذكريات، يعني اللمه، يعني البساطه، الجمال. ودلوقتي احنا لازم نعمل ذكريات حلوه برضو لاولادنا، يعني ما نقعدش يعني قصدي ما نقعدش نركز على زمان ما ممكن عيالنا يكرهوا بقى الايام دي. فعلا انت فكرتيني كل وقت فكرتيني بايام مثلا ايه لما كنا نتلموا كلنا مع بعض على مش هنقوله ترابيزه بقى، كان بنسميها طبليه. انا كنت اتولدت في حي شعبي وانا بفتخر بكده يعني. كلنا كنا ما فيش بقى فرق بين مسيحي ومسلم، كلنا نقعد ناكل القطايف والكنافه. جيراننا 40 سنه في وشنا مسيحيين، احنا عايشين يعني تقريبا شبه عايشين مع بعض، الشقه اللي في وشنا على طول. وهي هي دي فعلا مصر اللي احنا اتربينا عليها وهتقعد لغايه اخر الزمن يعني. يا رب ان شاء الله ربنا يحفظ مصر. اعياد بقى مش اعياد، احنا على طول مع بعض، حزن فرح معانا، بيعملوا الكعك معانا، احنا معاهم. يا رب يحفظ مصر، ومصر ان شاء الله دايما بخير ليوم الدين ان شاء الله. ايه اللي يفتكريه كده من ايام زمان نفسك يرجع تاني؟ يعني انا عن نفسي بصراحه نفسي بقى ايه فوازير عمو فؤاد وبوجي وطمطم والحاجات دي. بجد احنا كنا صغار وكبار كنا كلنا نتلم عليها بعد الفطار، ونيلي وشريهان والكلام دوت. للاسف الحاجات دي يعني نشوفوا بقى ايه عنف وتمثيليات بقى ضرب وبتاع كمان في الشوارع. يعني دلوقتي العمارات غير زمان البيوت الجيران كلها عارفه بعضها. دلوقتي انت في عماره بكبيرك عارف جارك اللي قدامك او اللي تحتيك، بقيه الناس مش عارفه بعضها. زمان كنا نتلموا ونعملوا نعلق ورق رمضان مع بعض، نفرحوا مع بعض، نتبسطوا مع بعض. دلوقتي الناس تحس بعيده شويه. تحسي فعلا ظروف الحياه والضغط النفسي والازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها، فكل واحد فعلا يعني لو شاف بس ايه الراجل اللي في وشه بس كده وقال له صباح الخير ده يبقى كده عمل خير يعني. بس ان شاء الله يعني يا رب كده ان فعلا ايام زمان ترجع تاني. خير، الناس بخير، الناس بتحب بعض. يعني لو واحد وقع في الشارع هتلاقي الدنيا كلها وقفت واتلمت عليه. يعني الحمد لله احنا بخير. ممكن ضغوط الحياه شغلنا وكده، لكن مصر بخير ليوم الدين. متابعين قناة اسكندرية الآن، لو بتشوفوني دلوقتي هسيب لكم أول تعليق لينك قناة أستاذ مينا شوارع مصر، كل جديد وهيقدم فوازير يومية في رمضان. استنوه إن شاء الله كل يوم مع فوازير إحنا فين. فوازير إحنا فين في تمام الساعة 10 كل يوم. في إن شاء الله كده النهاردة كده الساعة 10 تستنوني أولى حلقات فوازير إحنا فين. وبرضو لو أنتوا بتشوفوني من عندكم من شوارع مصر وعايزين تتابعوا اسكندريه الان مع جيجي رضوان، هسيب لكم في التعليق مثبت اسكندريه الان مع جيجي رضوان. وبرضه تتابعوا اللايفات اللي بتعملها مدام جيجي عن المشروعات اسكندريه القوميه. وانا برضو بتكلم عن مشروعات وعن كوبري السادات وعن طبعا المشروع الاضخم وهو يعني مترو اسكندريه. طيب هناخد جولة بقى كده في الأجواء الرمضانية الجميلة ديت وإحنا في أول يوم رمضان، وهناخد آراء الناس عن برضو إيه ذكرياتهم مع رمضان زمان وهل هو اختلف عن دلوقتي عن زمان. هنشوفوا بس إيه آراء إحدى المواطنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك؟ رندا السيد. أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيب يا رب. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. الله أكبر. ايه رأي حضرتك عن رمضان؟ هل اختلف دلوقتي عن زمان وايه ذكرياتك فيها؟ هو اكيد اختلف يعني شكلا وموضوعا وكل حاجة. لا روح رمضان نفسها، الناس اللي كانوا موجودين معانا في رمضان
فعلا لمة العيلة والناس الجميلة، الناس البركة اللي كانوا بيبقوا رمضان ليه طعم بيهم. لا ان شاء الله كده بلمتنا وبحبنا لبعض ان شاء الله كل حاجة ترجع زي زمان. شرفتيني، شكرا لحضرتك. محمد كسبان. كل سنة وانت طيب. طيب يا فندم، الله يبارك فيك يا رب. رمضان كريم عليك. الله اكرم، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ايه رأي حضرتك؟ احنا بنتكلم النهارده عن هل رمضان اختلف زمان عن دلوقتي؟ لا ما اختلفش كتير والله، احنا زي ما انت شايف كده الاجواء هي وكل حاجه تمام. يعني الفوانيس والحاجات الحلوه طول عمرنا في والكهارب وكده. لا كل حاجه تمام والله، والبهجه هي والناس ما اتغيرتش، يعني كل حاجه زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. شرفتني، كل سنه وانت طيب حبيبي، ربنا يبارك في عمرك. اسعار الخياميه السنه دي في رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عايزين نعرف بس الاسعار بتاعه الخياميه والمفروشات يعني دي بكام زي كده مثلا؟ ده ب 125. ب 125. طيب حاجه زي كده مثلا؟ ده ب 65. ده كام متر كده؟ متر ونص في متر ونص. متر ونص في متر ونص بكام؟ ب 65. تمام، شكرا لحضرتك، كل سنه طيبه. طيب وحضرتك طيب. رمضان كريم. انت والله اكرم. احنا دلوقتي بقى في اشهر مكان بيبيع فوانيس في المنشيه. هنعرف من الاستاذ. اسم حضرتك؟ محمد حشيش ابو اياد. كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمد. وحضراتكم طيبين والامه الاسلاميه بخير. ادينا فكره بقى عن الاسعار بقى. اسعار بتبدا من 5 جنيه الفانوس. قول لنا يعني مثلا ده احجام. في 150، في 250، في 175. واستنوا برضه كل المتابعات واللايكات وبتاع مدينة رضوان على اسكندريه ام مع رضوان، وزي ما قلنا هنسيب التعليق مثبت سواء عندي او عندها لقنواتنا. ويا رب نكونوا كده كنا يعني ظروف وخفاف عليكم كده في اول يوم رمضان، ويا رب يا رب كده يبقى الشهر خير ومغفره، امين يا رب. كل سنه طيبين ومصر كلها بخير. سلام، مع السلامه.